السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل كيكتين مع بعض، كيكة البرتقال وكيكة بالشوكولاتة بصوص الشوكولاتة. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي كوباية كانت من عصير السفندي. طبعا السفندي لسه ما طلعش في السوق، بس جاني كده كام واحدة من شجرتنا، ف عصرتهم وخليتهم ما ملوش الكوبايه. كملت الكوبايه لبن وحطيت بيضتين ونص كوبايه زيت. كمان هنحط الفانيليا، طبعا ده سكر، كوبايه سكر والفانيليا. هنضربهم بقى على الخلاط ضرب كويس وبعدين نكمل الباقي. تضربيه على الخلاط لغايه لما لونه يفتحي بالشكل ده. هنجيب بقى بولة فيها كوبايتين من الدقيق المنخول عشان خاطر يبقى كده مليان هوا كدهوت ويعلى ويبقى حلو. هنصب عليه الخليط وكده. انا نسيت احط البيكنج باودر فهحطه دلوقتي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب الخليط كويس وهنجيب صينية مدهونة. انا هجيب قالب وندهنه وهننزل فيه الخليط ده. والقالب مدهون وننزل فيه خليط الكيكة اللي بالبرتقال. هتطلع بيضة وتحفة جميلة قوي وطعمها حلو قوي. هنا نزلتها في القالب، اخبطها خبطتين بالخله كده اهوت او بتاعت الشيش طاووق. هنحركها كده من جوه عشان خاطر لو فيها اي هوا اي حاجه يطلع. هنقلبها كده كويس. هتشوفوها بعد كده بعد ما تستوى ما فيهاش اي فراغات او اي فقاعات، جميله قوي. انتوا بس جيبوا خله وحركوها كده ياما في اللي جوه الكيك. هنعمل بقى الكيكه بالشوكولاته. الكيكه دي سبتها، وفي الوقت اللي انا سبتها فيه ولعت الفرن. كنت نسيت اولعه فولعت الفرن عشان بدات اعمل الكيكه التانية. الكيكه التانية نفس المقادير بالظبط، كوبايه لبن، كوبايه سكر، بيضتين، فانيليا، وكمان هنحط معاهم معلقه من الكاكاو. انا هعملها فاتحه شويه، يعني هي كاكاو بس انا مش هعملها قوي، انا هعملها فاتحه شويه. وادي نص كوبايه زيت كمان. وهنحط معلقتين من الكاكاو، معلقه من الكاكاو، معلقه من الكاكاو الخام الاسباني. هنحط فانيليا برضو وهنضربهم في الخلاط ضرب كويس لغايه لما السكر يدوب والمكونات تمتزج مع بعضها كويس. هنا جبت طبعا كله شغاله في نفس البولات اللي انا او في نفس الحاجه اللي انا اشتغلت فيها قبل كده في العجينه البيضاء. هنجيب كوبايتين دقيق وهنحط عليهم معلقه من البيكنج باودر، وهننزل عليها الخليط وهنقلبه كويس. هنقلبه كويس وهننزله برضو في القالب بتاعه، قالب مستطيل عشان مش عايزاه عالي قوي. هنقلب الخليط كويس. هنجيب الصينيه دي، الصينيه الوسطانيه الوسط اللي هي بتاعه الطقم ال3 صواني. هننزل الخليط فيها وبرضو بالخله همشيه كده شمال ويمين واخبط عليها واحاول اساوي الكيك في الصينيه عشان اخبزهم. كده هحطهم في فرن 170 درجه في الشبكه الوسطانيه لمده نص ساعه. كده هعمل صوص الشوكولاته. هنحط كوبايه من اللبن، كوبايه دي نص معلقه من النسكافيه ومعلقتين من الكاكاو. هنضربهم الاول وسكر، تقريبا السكر ما ظهرش، عارفه ليه، وكوبايه سكر. كده هنضرب الكاكاو والسكر واللبن الاول عشان ادوب السكر، وبعدين هحط الزيت سرسوب لغايه لما تتقل القوام بالشكل ده. انا عايزاها كده. الكيكايه من تحت زقتها كوبايه لبن، مش عارفه الحاجات مش عايزه تطلع عليه في التصوير.
او انا شلتها في المونتاج مش واخده، مش فاكره. المهم كده هتسويها بعد ما كده. دي بقى يعني حتى وهي دافيه كده ممكن تحطي عليها صوص، وممكن تزودش خالص، مش هتستنيها لما تبرد. بما ان الضيوف جايين وانا مستعجله وعايزه اخلص في ثواني، يعني في ساعه الا ربع كنت مخلصه كل الموضوع ده. قطعتها كده اهوت، وهنخليها هنحطها اغطيها واحطها شويه في التلاجة تسقع. هنجيب بقى الكيكه التانية، الكيكه البيضه، بعد ما طلعت في الفرن وهديت شويه تطلع على طول من القالب بتاعها. هنقطعها وهتشوفيها من جوه قلبها ابيض وجميله، يعني طلعت تحفه. وطعمها السفندي نكهته عاليه جدا وغنيه جدا، فمطلعه الكيكه طعمها خرافه صراحه. كده قطعت الكيكايه كلها بالشكل ده. هوريكم بقى الكيكه عامله ازاي بالصوص بتاعها. بصوا الصوص نازل عليها ازاي، جميله 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 جميله، طعم وريحه وحاجات جميله قوي. بس الكيكه البيضه كمان. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاك واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان مني كل جديد. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.